بمكون واحد بس هتعملي احلى صابون مواعين بريل في البيت بطريقه اقتصاديه جدا جدا وسهله قوي قوي. بصوا بقى مكون ما اقولكوش يعني. بصوا الرغوه بتاعت الصابون عامله ازاي. مش هتبطلي تعملي الطريقه بتاعت الصابون دي من غير زيت قلي طبعا، من غير اي مواد كيماويه خالص، عشان ما نشتري الصابون من بره من اي صبانه بيبقى غالي معانا، وفي نفس الوقت كمان بيأذي ايدينا وبيعمل حساسيه في الايد. وبصراحه انا من ساعه ما جربت طريقه الصابون ده ما بقتش اقدر استغنى عنه خالص. والكميه دي هتقعد معاكي شهر وشهرين كمان. زي ما بقول لكم بطريقه اقتصاديه جدا جدا. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. اول حاجه دي ازازه الحاجه الساقعه طبعا، انا بعاير بيها، دي المعيار بتاعها بالظبط لتر. انا حطيت اول حاجه لتر ميه، وهبدا اجيب بقى الصابون ده. مش قادره اقول لكم عامل ازاي، حلو جدا جدا. ده اسمه اموره، مكتوب عليه طبعا بيعمل 5 لتر. انا بصراحة عملت منه 6 لتر، لكن على الكيس بتاعه العبوة بتاعته هي 5 لتر. بفتح كده على طول الكيس، هتلاقوا زي عجينة كده من جوه. الريحة بقى ما اقولكوش، انا جايباه طبعا بالليمون، ريحته قوية جدا والرغوة بتاعته عالية قوي قوي، وصابون تقيل جدا وزي بتاع بريل كمان، واحلى كمان بكتير يعني بصراحة. آه، انا استعملته، بصراحة ما اذاش ايديا خالص، ولا بيعمل حساسية في الايد، ولا بيقشر الجلد، ولا الكلام دوت خالص. جبت على طول حطيت العجينة بالشكل دوت، وبالعصاية بقى بتاعت المقشة كده، وابدأي اهم حاجة التقليب مستمر. الكيس ده بيعمل 5 لتر، انا جايباه ب15 جنيه. في كيس اكبر منه بيعمل 8 لتر، هيبقى ب20 جنيه، وفي كيس اكبر كمان بيعمل حوالي 12 لتر، بيبقى ب25 جنيه. انا بصراحة جبت اللي هو ال5 لتر دوت، عملت منه 6. عملت منه 6 كيلو صابون ب15 جنيه. هيقعد معاكي طول الشهر وهيفيد منه كمان، يعني موفر جدا جدا. احسن من انت هتجيبيه من بره، من بره في الصبانه بقى غالي، وكمان بيأذي الايد. مش قادره اقول لكم بيقشر ايديا وبيبقى مؤذي قد ايه. هبدا بقى خلاص قلبته كويس جدا، مش اقل من حوالي 8 دقايق كده. قعدت اقلب فيه كويس قوي قوي، وهبدا هنزل بالميه تدريجيا. يعني انا حطيت الاول اول لتر، نزلنا عليه بالعجينه قلبناه كويس قوي قوي، وبعد كده هزود كمان 5 لتر كمان ميه، هيبقى معايا في الاخر 6 لتر. بصوا ده الكيس كمان زودته حبه ميه كده عشان انزل كل اللي فيه، العجينه اللي فيه كويس قوي. واهم حاجه كل ما بزود الميه لازم اقلب بالعصايه بالشكل دوت. اي عصايه مقشه قديمه انا بصراحه مخليها للحاجات اللي زي ديت يعني. بعمله بالطريقه دي بيطلع حلو جدا جدا. السر في عمل الصابون بتاعنا دوت اهم حاجه التقليب يا جماعه، التقليب كتير جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. بفضي الميه طبعا، وبعاير بالازازه بتاعه البيبس زي ما انتم شفتوا كده. بصوا الرغوه بتاعته عامله ازاي، شايفينها على العصايه كمان. عايزه اوريكم بقى، خدت يعني كده من على الوش اهو من الرغوه ديت، واوريكم. بصوا بقى الجمال، الرغوه عاليه جدا جدا، الريحه قويه. بينضف وبيلمع بقى الالومنيا بتاعتك، بيخليها زي الفل. عايزه اقول لك كمان انا قلبت فيه حوالي نص ساعه، وبتسيبيه يهدى حوالي ساعه او ساعتين كمان، وابداي في الازاز عبيه على طول. بس انا بصراحه كنت مستعجله. بعد ما قلبت نص ساعه مستمر كده باستمرار التقليب، بدات افضيه في الازاز كده على طول. جبت القمع طبعا وحطيته في قلب الازازه كده، وبدات على طول افضي كده على طول بالازازه. لازم تسيبيه يهدى شويه عشان الرغوه اللي من فوق دي كلها بتنزل للقاع كده من تحت، وبتبدا تهدى معاكي خالص. فانت لازم تسيبيه ساعه ساعتين كده يهدى تماما، وابداي صبيه في الازاز بتاعتك على طول، او اي جيركن عندك بتاع صابون حطي فيه الصابون دوت. طريقته سهله ورخيص جدا، مش يعني مش غالي خالص، اقتصادي وعلى قد الايد، وانت عاملاه في البيت. ولا زيت قلي بقى حطيناه، ولا حطينا اي مواد طبعا كاويه في قلب الصابون بتاعنا. يعني امن مليون في المية. صراحة انا من ساعة ما جربته مبقتش اقدر اشتري صابون تاني من بره، ولا بريل ولا اي حاجة خالص. ده كفيل بصراحة، بيخلي المواعين زي الفل. بدأت بقى اصب كده على طول في الازايز. الرغوة معايا كانت عالية، كان المفروض اسيبه شوية زي ما بقول لكم ساعتين كده يهدى خالص من الرغوة بتاعته ديت. بس انا كنت عايزة بقى ايه يعني اخلص الفيديو على طول يعني. ببدأ بقى اعبي الازاز الكبيرة ديت 2 لتر، والازاز الصغيرة دي كانت لتر.
يعني عملت 6 ازايز بمعدل بالظبط 6 لتر، يعني 6 كيلو صابون، والكيس كله ب15 جنيه. احسبوها انتوا بقى لو حابين تعملوا كمان مشروع هيوفر معاكم وهتكسبي منه طبعا. لو بعتي بس الكيلو على اساس ب8 جنيه هتكسبي في الكيلو حوالي 3 جنيه، لا اكتر كمان، لان يعني الكمية كلها 6 كيلو ب15. لو بعت الكيلو ب8 جنيه احسبي بقى هتكسبي طبعا فيه كويس جدا جدا، فمشروع كمان مربح اوي اوي. كل الرغوة اللي على الوش دي طبعا بتسيبيها تهدى تماما، في خلال ساعتين بالظبط تبص تلاقيها نزلت كلها في القاع كده وبقى كله صابون معانا. ده لسه حب الصابون معايا هما كمان في قلب الطبق. بصوا بوريكم الكوبايه عامله ازاي، بصوا الرغوه بقى ما اقولكوش عاليه قد ايه، كمان الصابون تقيل جدا جدا. انت حابه تخففي كمان عن كده حسب ما انت عايزه. الرغوه بتاعته عاليه، وجربي بقى الطريقه ديت حلوه جدا جدا. بص الصابونه الازازه ولا ايه. اهم حاجه هتقلبي في الصابون بتاعك حوالي نص ساعه تقليب مستمر زي ما وريتك كده كويس قوي، عشان العجينه اللي معانا تدوب كويس جدا. وسيبيه ساعتين بالظبط، وابداي عبيه في الازايز كده عشان طبعا إيه. بصوا الرغوه انا بوريكم طبعا الرغوه كانت عامله ازاي. رغوته حلوه وريحته جميله جدا، والكوب الليمون بينضف. وبصراحه جربي الطريقه ديت مش هتندمي خالص. اشوفكم بقى في فيديو جديد، في اي استفسار اكتبولي في الكومنتات، والسلام عليكم.